ومن طريف ما يروى أن عالما من أهل نجد ذهب إلى الهند ليطلب الحديث، فوجد عالما كبيرا يجلس للناس في الحديث، كان يجلس عنده، فإذا فرغ هذا العالم من درسه رفع يديه ودعا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول: الضال المضل الذي فعل وفعل. والطلبة يؤمنون، وهذا النجدي حاضر، لكنه كان سياسيا لم يعترض، فذهب إلى بيته وأخذ كتاب التوحيد وأزال عنه الاسم والعنوان، اسم المؤلف والعنوان، وجاء به بدون غلاف، فقال لهذا الشيخ المحدث: يا شيخ، أنا وجدت هذا الكتاب وقد سقط أوله ولا أدري من هو مؤلفه. فأخذه الشيخ وذهب به إلى بيته، قرأه، فلما جاء من الغد سأله، قال: لمن هذا الكتاب؟ قال: هذا للبخاري، هذا نفس البخاري وهذا تصنيف البخاري. قال: كذلك؟ قال: نعم، لا يقدر على هذا الصنيع إلا الإمام البخاري. فأعطاه الغلاف وقال: هذا هو الشيخ بن عبد الوهاب الذي كنت تقول وتقول. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، وبكى ودعا على المغررين الذين يشوهون الشيخ ودعوة الشيخ. قال هذا، فجعل هذا العالم كل ما تخلص الحلقة يرفع يديه ويدعو للشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا من طريف القصص حول هذا.